أهلا بيكم في موقعنا وصفات أكل عربية. معاكم مها يونس، والنهاردة جاية أتكلم معاكم عن طريقة عمل حلا بياض التلج. وصفتنا سهلة ولذيذة وسريعة كمان، والأطفال هتحبها جدا. يلا بينا نعرف المكونات. معانا 6 معالق زبدة، وممكن نستبدلهم بزيت أو بسمنة أو بنص الكمية زيت ونصها سمنة. معانا 4 معالق لبن بودر، كوباية إلا معلقة دقيق، ولتر من الحليب، ونص كوباية سكر وفانيليا. أما بالنسبة لصوص الشوكولاتة، معانا معلقتين كبار كاكاو، نص كوباية سكر، نص كوباية حليب بارد، ونص كوباية من الزيت. أما دلوقتي هنقول طريقة التحضير. أول حاجة هنعملها، هنحط طاسة على النار وهنضيف الزبدة أو السمنة. بعد كده هنحط الدقيق وهنقلب كويس. الخطوة اللي بعد كده هنحط الحليب البودر وهنقلب كويس جدا، وهنهدي النار علشان المكونات ما تتحرقش لحد ما الدقيق يوصل معانا للون الذهبي. بعد كده هنرفع الدقيق من على النار ونسيبه يبرد. وفي كازرولة على النار هنحط لتر الحليب وهنضيف له السكر والفانيليا وهنقلب كويس جدا لحد ما نتأكد ان السكر دايب. بعد ما يبرد الدقيق مع اللبن البودر هنضيف له الحليب والسكر والفانيليا بحرص، وهنتأكد ان لازم يكون واحد من المكونين سخن والتاني بارد. وبعد كده هنقلب كويس جدا علشان ما يكونش فيه تكتلات موجودة. الخطوة اللي بعد كده هنرفع كل المكونات دي مرة تانية على النار لحد ما نحصل على قوام متماسك. الخطوة اللي بعد كده هنصب كل المكونات في قوالب أو كوبايات أو في صينية بايركس، وهنسيبها بره التلاجة لحد ما درجة حرارتها تهدى. أما بقى علشان نعمل الصوص، هنحط معلقتين الكاكاو والسكر ونص كوباية اللبن في الخلاط، وهنضيف لهم الزيت بالتدريج علشان نحصل على القوام المطلوب. آخر خطوة معانا هنضيف معلقتين من اللبن للصوص وهنضيفهم على الطبقة الأولى وهنحطه في التلاجة يبرد. وبألف هنا. لمزيد من الوصفات زوروا صفحتنا على فيسبوك ريسايبس أرابيا. كانت معاكم مها يونس من موقع وصفات أكل عربية.